تعالي اقولك ازاي تعملي جمبري مقلي كريسبي بطعم مميز وبطريقه سهله جدا. اول حاجه انا بنضفه، كنت منزله فيديو مخصوص عن الطريقه دي، ازاي بطلع سلسله الرمل وبقشره واغسله وبخليه يتصفى كده بقى نضيف وتمام معايا وزي الفل. معايا بقى كوبايه دقيق وكوبايه ميه بنزلها تدريجيا وافضل اقلبها كده لحد ما يبقى الخليط متجانس بالطريقه دي. ده القوام اللي انا عايزاه في الخليط. بنزل عليه بمعلقه صغيره توم، معلقه دقه، كمون، فلفل اسود، كزبره ناشفه، عصير ليمونه. بس كده الخليط بقى جاهز معانا لتتبيل الجمبري. بخلطهم مع بعضهم، قلب قلب شقلب شقلب، واغطيهم واسيبهم في التلاجة يتبلوا مع بعض. هنا بقى معايا كوبايه دقيق، معلقه دقه، معلقه كركم، بابريكا، نشا، توم باودر. والنشا بحط معلقه كبيره مليانه، ومهمة جدا عشان تخلي معاكي الجمبري كريسبي. بعد ما تتبل بحطهم في الدقيق وبخلطهم كده مع بعضيهم لحد ما الجمبري يتغلف كله تماما بالدقيق، خلطة الدقيق اللي انا عملتها. وبنخله كده عشان خاطر كل واحدة تبقى مستقلة بنفسها. وفي زيت غزير بقلي الجمبري، ما بياخدش وقت خالص في الزيت، يدوب بس يبقى لونه ذهبي بتطلعيه على مصفى. وبألف هنا وشفا على قلبك يا رب. لو عجبتك الوصفة ياريت تقوليلي في التعليقات. وشكرا جدا لتعليقاتكم ودعمكم لي.